فيلمنا بيبدأ بطفل نايم في أوضته وبيدخل عليه وحش مرعب، وفجأة بيصحى الطفل وبيخاف وبيصرخ، ولكن الوحش هو كمان بيخاف من الطفل وبيفضل يصرخ وبيتكعبل في كورة وبيقع على الدبابيس اللي موجودة في الأرض. ووقتها بيضرب جرس الإنذار، وبيطلع إن ده كان تدريب للمتدربين الجداد في شركة المرعبين المحدودة، وبتسألهم الموظفة عن الغلطة اللي عملها الوحش في التجربة دي، وما بيكونوش عارفين يجاوبوا. وفجأة بيدخل عليهم المدير أبو عنكبوت وبيحذرهم من إنهم يسيبوا الباب مفتوح لأن ده ممكن يدخل طفل للشركة، وبيقول لهم إن مفيش حاجة أخطر من أطفال البني آدمين وإنهم بيدمروا كل حاجة، وبيعرفهم إنهم بيشتغلوا في تخويف الأطفال علشان يملوا أنابيب الصريخ ودي بينتجوا منها الطاقة لكل المدينة، وبيقول لهم إنهم لازم يبقوا مخوفتية بجد زي شلبي سلوفان. وبعدها بنشوف شلبي اللي بيصحيه مارد وشوشني المساعد بتاعه، وبيقوم يغسل سنانه وبيعمل التمارين الصباحية، وبيبقى دايما مارد بيحمسه وبيدربوا على الطرق الجديدة اللي بيستخدموها في شغلهم. وبعدها بيشوف إعلان شركتهم في التلفزيون، وبيظهر في الإعلان قد إيه هما شاطرين ومتفوقين في الشغل بتاعهم. وبعدها بيخرجوا من البيت علشان يروحوا الشغل، وبيبانوا هما ماشيين في الشارع إن الناس كلها بتحبهم وعارفاهم. وكمان لما بيوصلوا للشركة بيكون واضح إنهم مشهورين وسط زمايلهم. وبعدها بنشوف سالي موظفة الاستقبال اللي بتبقى حبيبة مارد وشوشني، وبيقول لها إنه عزمها بالليل بمناسبة عيد ميلادها في مطعم كبير جدا اسمه كوابيس. وبعدها بيطلع مارد وشلبي على أوضة اللبس، وبنعرف إن شلبي هو اللي حجز لمارد وسالي في المطعم، ومارد بيشكر شلبي على إنه عمل كده. ولكن فجأة باب الدولاب بيقفل لوحده، وبيظهر الوحش اللي اسمه أندل، وبيقعد يتريق على مارد وشوشني وبيقول لهم إن النهاردة هيكسر الرقم القياسي بتاعهم في تخويف الأطفال. وبيروح بعدها مارد وشوشني للموظفة اللي اسمها روز علشان يسلمها التقرير اللي بيكتبه، وهي بتحذره إنه ما يتأخرش تاني في تقديم التقارير بتاعته. وبعدها بيبدأ يجهز البوابة والأنابيب اللي هيشتغلوا بيها، وبتبدأ أبواب الأوض بتاعة الأطفال تظهر، وبينزل لكل وحش الباب بتاعه اللي هيدخل منه علشان يخوف الطفل اللي جواه. وبيبدأ كل وحش إنه يدخل من الباب اللي قدامه، وبيظهر إن شلبي حقق نجاح كبير، وأندل بيكون متضايق جدا لأنه مش عارف يحصل الرقم بتاعه. وفجأة بيخرج وحش مرعوب بسبب إن الطفلة اللي كان بيخوفه كان هيلمسه وما كانتش خايفة منه، وبينادي العمال علشان يدمروا الباب. وبيظهر المدير أبو عنكبوت اللي ما بيكونش عاجبه الخسائر اللي بتحصل دي، وبيقول إن دول أطفال آخر زمن، دول حتى ما بقوش يخافوا من المخوفتية نفسهم. وبعدها بيخرج أندل وهو فرحان لأنه فاكر إنه خلاص كسر الرقم القياسي بتاع شلبي، لكن فجأة بتتعدل النتيجة ويطلع إن شلبي لسه أعلى منه. وبنشوف المخوفتي اللي اسمه شكري بيخرج من الباب في نهاية فترة شغلهم، ولكن فجأة المساعد بتاعه بيعلن حالة طوارئ جيم بسبب إنه لقى شراب بتاع الطفل لزق على ظهره. وبيقول المدير أبو عنكبوت لشلبي إن عيلته اللي كانوا بيديروا الشركة دي، وإنه ممكن يعمل أي حاجة في الدنيا مهما كانت المهم إنها تفضل شغالة. وبيقوله إنه محتاجه يعدي عليه في فترة الراحة علشان يدرب المخوفتية الجداد، وبيخلصوا شغلهم وبيبقوا فرحانين بالرقم القياسي اللي هم عملوه. بس وهم مروحين بيقول مارد لشلبي إنه هيروح الميعاد بتاعه مع سالي، لكنه للأسف نسى التقارير بتاعته على المكتب. فشلبي بيقول له روح أنت ميعادك وأنا هوديها. وبيرجع شلبي مكان الشغل علشان يجيب التقارير، بس بيلاقي إن لسه في باب موجود والمفروض ما يبقاش في حد من العمال. فبيروح شلبي يفتح الباب وبيلاقي إنها أوضة فاضية، بس بعد ما بيقفل الباب بيتفاجئ إن في طفلة ماسكة في ديله. فبيتخض منها شلبي جدا وبيبقى مرعوب، وبيحاول إنه يرجعها أوضتها تاني لكنها كانت بترجعله، وبيفضل شلبي مرعوب منها وهي بتحاول تلعب معاه. فبيمسكها شلبي ويحطها في شنطة وبياخدها علشان يرجعها، لكنه بيلاقي أندل خارج من الأوضة بتاعتها، فبيفهم وقتها إنه بيشتغل وقت زيادة علشان يكسر الرقم القياسي بتاعه. وبعدها بيضطر شلبي ياخد الطفلة معاه ويروح لمطعم كوابيس علشان يقابل مارد ويقوله على المصيبة اللي حصلت. بس وهما بيتكلموا بتخرج الطفلة من الشنطة وبترعب الناس كلها اللي كانت موجودة في المطعم، فبياخدوها مارد وشلبي بسرعة وبيهربوا من المكان. وبتيجي قوات مكافحة الأطفال والموضوع بيطلع في التلفزيون وبينتشر، وبنشوف مارد وشلبي اللي بيكونوا أخدوا الطفلة معاهم للبيت وبيبقوا مرعوبين جدا منها، وبتبقى الطفلة بتلعب وبتدمر كل حاجة. ولما بياخد منها مارد وشوشني اللعبة بتاعته بتفضل تعيط، وبيلاقوا إن صراخها بيزود الطاقة، وبتبدأ الأنوار تنور وتطفي، وبكده صراخهم هيكشفهم لقوات مكافحة الأطفال وهيتقبض عليهم. فبيتدخل شلبي وبيحاول يخليها تبطل عياط وبيلعبها لحد ما بتسكت، وبيسيبوها تلعب وبيفضلوا يخططوا هيتخلصوا منها ازاي علشان ما يروحوش هما الاتنين في داهية. وبعدها بياخدها شلبي علشان تنام، بس بتبقى خايفة من الباب بسبب إنها فاكرة إن المخوفات أندل هيطلع لها منه.
فبيقرر شلبي إنه يقعد عند الباب علشان يطمنها، وبعدها بتجيله فكرة إنهم ممكن يرجعوها من نفس الباب، وبيقول إنهم لازم يعملوا لها لبس تتنكر فيه علشان يعرفوا يدخلوا بيها الشركة. وفعلا بيعملوا كده، بس لما بيروحوا هناك بيلاقوا البوليس منتشر في كل حتة وبيفتش الشركة، وبيشوفهم أبو عنكبوت، لكن مارد وشلبي بيكدبوا عليه وبيقولوا له إنها طفلة قريبتهم وجاية علشان تاخد دورة تدريبية مع المتدربين الجداد، وبيروحوا علشان يجيبوا شفرة الباب بتاعها. لكن ساعتها مارد بيجيب شفرة أي باب وخلاص علشان يخلصوا منها، بس شلبي بيكون رافض وبيتخانقوا مع بعض، وبيقولوا إنهم لازم يرجعوها للباب بتاعها هي. ولكن فجأة الطفلة بتختفي، وبيفضل مارد وشلبي يدوروا عليها، وبيشوفها شلبي ويجري وراها علشان يجيبها. ولكن أندل بيظهر لمارد وبيسأله على البنت، فبيقول له مارد إنه لو ما كانش بيغش في الشغل ما كانتش البنت دي دخلت الشركة. وفي الوقت ده بيكون شلبي لسه بيجري ورا البنت، لكنها بتنزل في الزبالة، والعمال بيجوا ياخدوها وبيمشوا، لكنها بتقدر تهرب في آخر لحظة. بس شلبي بيفتكر إنهم رموها في المفرمة مع الزبالة وبيكون زعلان جدا، لكنها بتكون راحت لمراقبين صغيرين تانيين وبتقف معاهم. وبيبقى مارد في الوقت ده بيدور عليهم لحد ما بيلاقي شلبي شايل قالب الزبالة وبيعيط، وبيكون فاكر إنها اتفرمت مع الزبالة، ولكن فجأة بيلاقوها قدامهم، فبياخدوها ويروحوا للباب بتاعها علشان يرجعوها. بس البنت بتخاف وبتستخبى، فشلبي بيرفض إنه يدخلها، وبيدخل مارد هو علشان يوريها إن الباب أمان. لكن فجأة حاجة بتمسكه، وبيطلع إنه أندل اللي بيحطه في علبة وبياخده وبيمشي، وبيروح شلبي يجري وراه وبيدور عليه لكن مش بيلاقيه. لكن بوب بالصدفة بتفتح له باب سري وبيدخل منه وبيوديهم لمكان سري بتاع أندل، وبيسمعوه بيقول إنه معاه البنت. ولما بيطلع الصندوق بيلاقي إنها مش البنت وإنه خطف مارد وشوشني بالغلط، فبيربطه في الكرسي علشان يشغل الجهاز عليه، وبيكون عبارة عن جهاز بيشفط الصريخ. لكن الجهاز فجأة بيتعطل، وبيقرر أندل إنه يدور على سبب العطل وبيلاقي حد شايل الفيشة، فبيروح يركبها. ولما بيرجع بيلاقي الجهاز شغال على المساعد بتاعه، وبيكتشف إن شلبي سلوفان قدر يهرب مارد وربط المساعد بتاعه مكانه. بس وهما بيهربوا بيقترح شلبي إنه يروح يقول للمدير أبو عنكبوت على كل حاجة. بيلاقيه في وسط التدريب بتاع المخوفتية المبتدئين، وبيخليه يوريهم إزاي يبقوا مخوفتية بجد. وساعتها الطفلة بتشوفه وهو بيخوف وبتترعب منه، فبيروح شلبي يدور عليها لحد ما بيلاقيها خايفة جدا. وفي الوقت ده مارد بيحكي لأبو عنكبوت على كل حاجة، وبيقوله إنها طفلة وما بتخوفش ولا ليها أي خطورة. وبنرجع لشلبي اللي بيكون كل همه إنه يطمنها، لكنه بيشوف نفسه وبيلاقي إنه فعلا كان مرعب جدا. وبيجي أبو عنكبوت وياخد الطفلة وبيقول لهم إن هو هيحل المشكلة ويرجعها تاني، ولكنه بيجيب باب غريب وبيقول له مارد وشلبي إن مش ده الباب بتاعها. فبيقول لهم أنا عارف بس ده بابكم إنتم، وبيرميهم جواه. وساعتها بيقول مارد لشلبي إنهم اتنفوا لعالم البشر وبيفضلوا يتخانقوا، لكن بيجيلهم وحش كبير اسمه منفي وبيرحب بيهم في الهيمالايا. وبيبقى شلبي قاعد ندمان وخايف جدا على أبوه مش عارف إيه اللي حصل لها، ولكن مارد بيبقى متضايق جدا منه وشايف إن هو السبب في كل اللي حصل ده. ووقتها بيقول لهم منفي إن في قرية قريبة من هنا، فبيسألوا شلبي إذا كان موجود فيها أطفال من البشر، وبيقول له منفي إن موجود فيها أطفال كتير، ولكن بيقول له إن قدامهم 3 أيام علشان يوصلوا لها مشي. وبيبقى شلبي عاوز يروح هناك بأسرع شكل ممكن، لكن مارد ما بيبقاش مصدق من اللي شلبي بيقوله، وإن بعد كل ده لسه برضه عاوز يروح علشان ينقذ الطفلة ومش فارق له كل اللي حصل لهم بسببها. وبيقول له إحنا أرقامنا القياسية كانت هتدخلنا التاريخ وإنت بغبائك ضيعت كل حاجة. فبيقول له شلبي إنه ما بقاش يهمه الكلام ده، وأهم حاجة دلوقتي إن هو ينقذ الطفلة. وبيصنع عربية علشان يتزحلق بيها على التلج، لكن مارد بيرفض إنه يروح معاه، وبيتزحلق شلبي على الجبل بسرعة جدا لغاية ما بيوصل للقرية، وبينجح إنه فعلا يخرج من باب من الأبواب وبيوصل للشركة من تاني. وبيفضل يجري علشان يلحق البنت بسرعة اللي حطوها على الجهاز اللي بيشفط الصريخ. وبيبقى أبو عنكبوت متضايق جدا من أندل وبيقوله إن هو السبب في كل اللي حصل، وإن بسببه خسر أكبر مخوفاتي عنده في الشركة. بس أندل بيقوله إن بالشفاط ده مش هيحتاج أي مخوفتية تاني بعد كده. وفي الوقت ده بينجح شلبي إنه يدخل النفق السري بتاعهم وبيهجم على الجهاز وبيدمره، وبينقذ البنت وبياخدها وبيهرب بسرعة. ولكن أندل بيطارده وبيقدر يضربه وهو مختفي، وبتجري الطفلة علشان تستخبى منه. وفي الوقت ده بيوصل مارد وشوشني وبيعتذر لشلبي اللي ما بيبقاش قادر يرد عليه علشان أندل بيكون بيخنقه وهو مش شايفه، ومارد بيفكره بيتريق عليه فبيحدفه بكرة تلج، ولكنها بتيجي في أندل فبيقدر شلبي إنه يشوفه ويضربه. وبعدها بياخد البنت وبيطلعوا يجروا، وبتلحقهم سالي حبيبة مارد وشوشني وبتحاول تفهم إيه اللي بيحصل، لكن مارد بيصالحها وبيحاول يشرح لها الحكاية،
لكن سالي ما بتبقاش فاهمة حاجة لحد ما بتشوف البنت، فبتقرر إنها تساعدهم وبتعلن للمراقبين إن أندل حطم الأرقام القياسية علشان كل المراقبين يروحوا يتلموا حواليه وتقدر تعطله شوية. وفي الوقت ده بيوصل مارد وشلبي لمكان الأبواب وبيوقفوا باب من الأبواب دي وبيطلعوا عليه علشان يلحقوا يرجعوها، والباب بياخدهم للمخزن اللي بيبقى فيه كل الأبواب، وبيفضلوا يروحوا في اتجاهات مختلفة مع الباب وأندل بيروح في اتجاه تاني، وفجأة الطاقة بتقف والأبواب كلها بتقف عن الحركة، وبكده أندل بسهولة هيوصل لهم. وبيظهر فعلا أندل وبيخطف البنت وبيوقعهم، لكنهم بيدخلوا الأوضة قبل الباب ما يتدمر، وبيدخل أندل من باب وبيحاول شلبي يدخل وراه، بس أندل بيضربه وكان بيحاول إنه يوقعه وبيقوله إنه خلاص زمنه انتهى. لكن فجأة بتمسكه الطفلة وبتحاول إنها تدافع عن شلبي لحد ما بيقدر شلبي يدخل جوه الباب وبيضرب أندل وبيقوله إن خلاص الطفلة ما بقتش تخاف منه، وبيمسكوه وبيرموه جوه باب غريب، وبعدها بيقع الباب وبيتكسر. ولما بيوصلوا للباب بتاعها علشان يرجعوها بيلاقوا إن الباب خدهم ومشى، وبيطلع أبو عنكبوت هو اللي سحب الباب علشان الشرطة تقبض عليهم. فبتجيلهم فكرة وبيطلع لهم مارد وهو شايل البنت وبيجري بيها وهما بيجروا وراه، وبتبقى دي مجرد خطة عاملها هو وشلبي اللي بيخلع الباب من مكانه، وبتبقى البنت لسه معاه وبيشوفهم أبو عنكبوت وبيجري وراهم، وبيدخل شلبي هو والطفلة جوه الباب، ولكن أبو عنكبوت بيقدر يدخل وراهم وبيقوله إنه كده زودها قوي، وإنه معندوش أي مشكلة إن هو يخطف 1000 طفلة المهم شركته ما تقعش. وبيظهر إن كل ده كان خدعة من شلبي وإنهم دخلوا الأوضة بتاعة المحاكاة، وبنشوف مارد وشوشني وهو بيكشفه قدام البوليس وبيوريهم التسجيلات وهو بيتكلم، فبيقبضوا عليه. وبنكتشف وقتها إن روز بتاعة التقارير بتطلع هي القائدة بتاعة البوليس وبتقول لهم إن من غيرهم ما كانتش هتعرف إن الموضوع ده اللي وراه يبقى أبو عنكبوت. فبيقول لها شلبي إن كل اللي هو عاوزه إنه يرجع البنت تاني للعالم بتاعها، لكنها بتشترط عليهم إنهم لو رجعوها هتفرم الباب بعدها. وبيبقى شلبي صعبان عليه إنه مش هيشوفها تاني، ولكنه بيروح وبيدخلها أوضتها وبيقول لها ما تخافيش، وبيعرفها إن مفيش حد هنا هيدخل يخوفها تاني، وبيفرموا الباب. وبتقول لهم روز إنهم لازم ينسوا كل اللي حصل ومحدش يتكلم عنه تاني، وبتقرر الشرطة إنها تقفل الشركة بعد الفضيحة اللي حصلت فيها، لكنهم بتجيلهم فكرة أحسن للطاقة بسبب الطفلة دي، وبقوا يستخدموا طاقة الضحك بتاعة الأطفال بدل طاقة الصريخ، وده لأنها بتولد طاقة أعلى 10 مرات. وبعد فترة بنشوف مارد وشوشني اللي بيكون جمع الباب بعد ما اتفرم لقطع صغيرة علشان صاحبه شلبي، وبيكون فاضل فيه قطعة واحدة بس هي اللي ناقصة واللي بتبقى أصلا موجودة مع شلبي، ولما بيحطها في الباب بيرجع يشتغل من تاني، وبيدخل شلبي وبينادي عليها وبترد عليه بو من تاني. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة لو لسه مشتركتوش، وفعلوا الجرس علشان الحواديت الجاية ما تفوتكوش أبدا، ونتقابل في حدوتة جديدة. باي باي.